هسألك سؤال، انت دلوقتي لما بتشتري شقة بتروح تشتري شقة ايه؟ على حسب عدد الأشخاص، تلات أوض وصالة، في غرفتين وصالة وليفينج. هو السوق فرض عليك مجموعة من الفراغات اللي هو انت كده كده مش هتخرج منها وانت خلاص ماشي وراها. انا ممكن ما بقاش محتاج الصالة. طب الصالة دي بتبقى كام في المية من الشقة كلها؟ لا كتير، نسبة يعني. من 40 ل 60%. في اماكن كتيره بنشتغل فيها بنلاقي ان الريسبشن يا لهوي 11 متر في عرض 4 متر ونص وبتاع، وتخش تلاقي الاوض كلها 3 متر وفي 2 متر 90 وحاجات كده، حاجات صغيره قوي، علب كبريت جوه. خلينا نتكلم في استخداماتك اليوميه. المساحه الكبيره اللي بره دي تعمل بيها ايه؟ يعني الصاله اللي هي الكبيره، المساحه الضخمه اللي بره، اللي هي احنا قلنا 40% من استثمارك دلوقتي. لو انت مشتري الشقه مثلا ب 2 مليون جنيه، فانت دافع مليون جنيه عشان الريسبشن اللي بره ده، دافع 50% من طاقتك. فاحنا في مساحه كبيره جدا احنا واخدينها كموروث من عائلاتنا وبتاع، ان هو الريسبشن ده للاستقبال، على اساس ان انت يعني مشتري فندق، فاهم؟ مش مشتري شقه 3 اوض وصاله، فانت عامل لها ريسبشن فشيخ جدا. وبعد كده انت هتخش تتزنق. هو موروث خدناه اشتغلنا عليه. الموروث ده بقى برودكت خلاص، انت بتاخده زي ما هو كده. هو البرودكت موجود مثلا من قد ايه؟ يعني قصة ال3 أوض وصالة والأوضتين وصالة والكلام ده كله، نقدر نقول مثلا من الخمسينات، من الستينات. أهلي وأهلك اشتروا شققهم 3 أوض وصالة وأوضتين وصالة زي ما هم، وإحنا زيهم بنشتري. ممكن نكون زودنا حبة حمامات ولا حاجة، زودنا قصة الحمامات دي في الفترة الأخيرة. هم الجيل القديم ما كانش عندهم حجم الاتصالات، أو ما كانوش هم عايشين في عصر الاتصالات. احنا دلوقتي عايشين في عصر الاتصالات. يعني هقول لك على حاجة، خالك كان بيجي لكم كام مرة في الشهر؟ وخالد ممكن يجي مرتين في السنة أو 3 مرات يعني. او اتكلم على الجيل بتاعنا قبل ما يبقى فيه موبايلات. يعني التواصل بين كان العائلات في كان في كل أسبوع لازم مرة، وفي المرات اللي هي بالصدفة دي اللي هو كان معدي فيجي. كان معدي ماشي. فهو يعني هو الراجل كان عايز يعمل لايك، كان عايز يعمل شير، كان عايز يتصل اصلا، كان عايز يشوف الناس، لان ما كانش فيه اوبشن اصلا ان انت تبعت صوره لحد ولا تقول له شوف محمد كبر ازاي وبتاع وبقى أيوه. يقول لا خالص. انت لو انت مثلا اختك مخلفه ولا حاجه، فانت ما فيش وسيله ان انت تشوف البيبي ده غير ان انت تشوفه. انت لازم تروح تتفرج على البيبي، تلعبه، تشوفه كبر، اتعلم، مش عارف ايه بتاع. دلوقتي لما بيقشط على السوشيال ميديا كلها، قلع البامبرز بنبارك له كلنا على السوشيال ميديا وبتاع والكلام ده كله. وبتشوف يعني لو تعب هتلاقيها صورته لك وبعتته لك تقول لك بص بص يا عيني الواد سخن ازاي وتعبان ازاي وشكله همدان. التواصل عامه اللي هو بقى كده، فقلل شويه حته الاحتكاك. لكن زمان كان عشان خالك يتواصل او انت تتواصل، هو الراجل يوم الخميس احنا رايحين عند، ومن غير استئذان مش هنتصل، او اصلا ما فيش وسيله ان احنا نتواصل بيه. كان قليل في الوقت ده اللي عنده تليفون ارضي، لان التليفون الارضي ما كانش اوبشن. يعني مش بقول لك للاغنياء، لا عادي، انت كنت بتروح تقدم عليه ويجي لك كمان سنه ونص او سنتين عادي. هي كانت الحياه بطيئه، او رتم الحياه بطيء للدرجه دي. انت بتروح السنترال تقدم على رقم، ممكن دورك ده يجي كمان سنتين. ويا سلام بقى لو انت بتأجر بقى كمان، يعني انت مش صاحب ملك وهتجيب تليفون وبتاع. فانت اصلا قصه ان انت يبقى عندك تليفون او عندك وسيله تواصل في المكان اللي انت مأجره ده مش اوبشن اصلا. يعني انت على ما تأجر المكان وتدخل تليفون يكون العقد بتاعك خلص، فاهم ازاي؟ والتليفون كان اسد يعني زمان، اللي هو العده. زي ما بقول لك كده، كانت وسيله التواصل ان انا هاجي عندك البيت، هقعد عندك، نسوشيالايز ونسكرول مع بعض بقى الوول بتاعتي والوول بتاعتك، انا عملت ايه في الشغل، ومراتي مش عارف عملت ايه، ومش عارف ايه، وامك امبارح كنت عندها مش عارف ايه. كل ده اللي احنا دلوقتي بنشوفه كده وبنقلش عليه، ده كان بيبقى محتاج اوبريشن، وان احنا هنقعد وهنعمل اجتماع وبوينتس اوف ميتنج وهنتكلم في كذا وهنطمن على كذا وهننم على جوزك شويه يعني. حدوته ولازم بتتعمل فيس تو فيس. ولما العيال تنام هاخدك على جنب كده واقول لك الراجل مضايقك ولا في ايه. هو عادي يعني بينزل يحلق كده الساعه 12 بالليل يعني، فاهم اللي هو ايه؟ هيبقى في برايفت روم للشات في الصاله. وبناء عليه ابتدينا نقول انه لما بييجوا بيكركبوا الشقه كلها ومش عارف ايه وبتاع، فاحنا عايزين ريسبشن كبير عشان يبقوا قاعدين براحتهم. عايزين اوضه اطفال من بدايه الجواز عشان لما بييجوا احيانا بيفرهدوا من كميه الاكتيفيتيز، فجده يخش ينام جوه شويه، خاله يخش ينام جوه شويه، فاهم؟ امم. يعني القصه الجميله اللي انا بحكيها لك از 3 دي ولا از فيري تيل جميله. أنا يعني قصه قبل النوم الجميله دي بتاعت خالي وخالي اللي كان بيجي مره في الاسبوع او مرتين في ايوه. الاسبوع. وممكن خالك ده يجي يوم كذا وخالك التاني يجي يوم كذا وعمتك تيجي يوم كذا، او يتجمعوا كلهم بشكل ما. فعلى طول كان عندنا الوظيفه بتاعت
الريسبشن والاستقبال وخصوصيه البيت اللي ما تتجرحش، ونعمل لهم حمام لوحدهم، ونعمل لهم سراير يناموا فيها. احنا دلوقتي الجيل بتاعنا لما جرس الباب بيرن واحنا مش عارفين مين اللي بره، يعني احنا مش طالبين دليفري ولا في اي حاجه ولا في حد متصل قال ان هو جاي ولا بتاع، بنقول يا رب خير خير في، فاهم؟ انت طالبه حد وبتاع، انت قاعد مع مراتك، لو انا مراتك يا هبل، فاهم في ايه؟ انت فاهم اتخضيت ليه كده؟ وخلاص ما دام احنا ما فيش في البلان بتاعنا ان في حد جاي، حد جاي ده بيظبط من السنه اللي فاتت. اخو مراتك ده عشان يجي واخد الميعاد ده، او احنا بنحاول نعزم فيه بقالنا سنه وهو مش فاضي، وموجود على الجروب ويبعت بوستس والدنيا حلوه وبتاع وفي تواصل وشايف العيال بتكبر ازاي وكل حاجه والدنيا ظريفه، ولكن عشان يجي وعشان يبتدي يتعايش، لا هو عارف ان هو جاي امتى. احنا عارفين ان يوم الخميس الموافق 29 اغسطس سنه 2026 ان شاء الله هيبقى ده فلان جاي هو وعيلته، وهنجيب شغاله قبليها بيوم ننظف، وهنطلب لهم اكل مش عارف منين، وهنعمل لهم مش عارف ايه، يعني حتى الاكتيفيتيز بتاعت اليوم، وهنجيب واحد بعود يقعد، يعني فاهم، هنظبط الحياه كلها. ليه؟ لان هو بقى ايفنت رير، نادر جدا ان هو يحصل. هل بقى الايفنت النادر يحصل ده يستاهل ان انت تحط انفستمنت 50% من مدخراتك، او 50% من حياتك، او 50% من الفراغ اللي انت المفروض تستمتع وتعيش بيه فاضي كده ومجهز ومنمق لاستقبال الاخرين اللي هيجادجوا وهيحكموا ويقولوا انتوا حاطين مش عارف ايه وبتاع، وحاطين الغسيل على والريسبشن مش نظيف والكلام ده كله؟ لا ما بقاش بيحصل. ده انا هقول لك على حاجه، انت دلوقتي والدتك يا سيدي في بيتك وبتاع والكلام ده كله تمام، لو انت عندك ليفنج كوزي جوه كده في شقتك، وعندك الريسبشن بره المحنط اللي انت عامله للناس ده، ومامتك جات لك وانت قلت لها اتفضلي يا حاجه في الريسبشن، والله هتزعل، هتتقمص، فاهم؟ انت مش عايز تدخلني جوه يعني، فاهم؟ ما دام هي كده كوزي في كوزي والناس اللي بيجوا، يعني ما فيش حاجه اسمها اصحابك اللي في الشغل. عارف زمان كانت عيبه، كان زمان ان انت تعزم الناس بره بيتك عيب، تعزم الناس في بيتك وتجيب لهم اكل من بره عيب، الست نفسها تستعيب ان هي مش عامله الاكل ولا مش عارف ايه وبتاع. دلوقتي بتبقى قاعده متفخره جدا ان هي رصت الاكل مثلا، او ده انا قليت السمبوسه، ده انا فاهم ازاي رشيت البقدونس اللي على البتاع ده، انا نقلت الكفته من بتاع الطبق الفويل، مش اخيرنا يعني ماشي. ووارد جدا انك تروح عزومه دلوقتي تلاقي نفسك تاكل في الطبق الفويل شخصيا، فاهم ازاي؟ ويبقوا حاطين باسكت كبير كده اللي هو نرمي فيه. كل الحاجات دي ما بقتش عيب دلوقتي.